السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، بجد لقاءنا معاكم وقناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهارده يا شباب حلقة مهمة جدا جدا جدا، خصوصا في فصل الصيف، هو انتشار مرض الجرب او انتشار الجرب بكميه كتير جدا يا جماعه في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحراره. فهنتكلم النهارده عن الوقايه من الجرب، وهنتكلم على علاج الجرب في حاله الاصابه. الوقايه من الجرب وعلاج الجرب في حاله الاصابه. مبدئيا كده يا جماعه، عشان تعمل وقايه من الجرب تمام، يبقى انت بتحرق البطاريات بالنار اسبوع وبترش اسبوع. الرش بقى عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن دايزانون او سيباسيل او بيوتكس. دايزانون او سيباسيل او بيوتكس. دايزانون 60% الاردني، ما اشتغلش بالمصري، الاردني افضل من المصري. او السيباسيل، سيباسيل، تروح لاي حد بتاع صيدليه بيطري تقول له انا عايز مثلا 50 سم 100 سم سيباسيل. يا جماعه لزوم بتجيب السنتي 50 سم 100 سم 70 سم 20 سم حسب ما انت عايز، تمام، سيباسيل، وتحط ببخاخه صغيره زي ديت او بخاخه 2 لتر وترش البطاريات وترش القلم اهو. ده نظام الرش يا جماعه. فاكر يا شباب؟ كده بتحط يا جماعه وترش رش يا جماعه اهو. ماشي بقى، ده عباره عن الرش اهو. ده الرش، ابعد عن العلف، تمام. والسباسيل يا جماعه امن اهو، شايفين باين كده في الفراغ اهو. ده عباره عن الرش، بترش على الارانب وترش على البطاريات والكلام ده. ماشي يا شباب؟ بالسباسيل، تمام. حط سنتي على لتر ميه، ده بيكون لونه اللي هو اللون دلوقتي، اللون الابيض، لون الرغاوي بتاع اللبن كده يا جماعه. باين كده معاك في الكاميرا اهو. بترش البطاريات يا جماعه وترش الارانب بالسباسيل، يبقى اسبوع حرق واسبوع رش. دايزانون او سباسيل او بيوتكس. ده برضه يا جماعه اسمه سوبر توكس. سوبر توكس برضه لعلاج حالات الجرب برضه يا شباب. في برضه افوماك اللي هو البيرامكتين، وده مرهم النيومينج يا جماعه. نيومينج باين كده، نيومينج يا شباب. ده مرهم نيومينج، افوماك، بيرامكتين مصري، تطهيرات سيباسيل، بيوتكس، دايزانون. في حاله الوقايه يبقى انا بحرق وبرش المكان، البطاريات والارضيه والارانب، دايزانون، سيباسيل، بيوتكس، اي نوع من الانواع، بس افضلهم السيباسيل لان السيباسيل غالي شويه وامن على الارانب. يليه الدايزانون الاردني، يليه البيوتكس، تمام. ده حاله التطهير. طب العلاج لو في اصابه عندك، تمام، برضه ببخاخه وهترش الارنب المكان المصاب برضه بالسباسيل او الدايزانون، مع استخدام الحقن تحت جلد الرقبه للأفوماج البيرامكتين المصري. البيرامكتين المصري ده بيكون شكل العبوه من جوه يا جماعه اهو. ده بيكون شكل العبوه من جوه. الإيدات اصلا تحس انها بلاستيك، شكل العبوه من جوه. ماشي يا شباب؟ واتكلمت عنه في كل الفيديوهات اللي قبل كده بتاعت علاج الجرب على البيرامكتين. تحقن سنتي تحت جلد الرقبه بالنسبه للامهات والارانب الكبيره. لو ام شهر ممكن تحقنها نص سنتي في اليوم ال 14 او ال 15، ما يزعلهاش. بس لما تيجي تحقن ما تحقنش في الحر، احقن بالليل. طب في جرب في اطراف الودان، جرب في اطراف الودان، استخدم النومينج.
استخدم المرهم النيومينج. حط على ايدك كده وامسك طرف الود ده افركه بالمرهم، اخلي المرهم يعني يسقي القشر الناشف، بيبدا يعمل تسهيل القشر الناشف. يوم ورا التاني بدا القشر ده يقع، بدات ودن الارنب تحمر مكان الجرب. 3 4 ايام 5 ايام تلاقي الجرب ده راح وبدا الشعر ينبت تاني ويطلع مكانه. تمام. طب انت ما انتش لاقي المرهم، نعمل له ولا ايه؟ انت مش لاقي المرهم من يومين كده، في حل بديل احنا بنعمله. لا كده يا شباب، ده زيت اكل، زيت طعام، ده زيت طعام، وده ازازه الافوماج القديمه اللي انا شغالين منها يعني. قطره زي دي، لا في الصور اللي كنا حاطين فيها الشيء بتاع اهي. قطره زي كده زي يا جماعه، او زي بتاعت بتادين، بحط في قلبها الزيت على الافوماج يعني 10 سم جار، 10 سم افوماج عليهم 20 سم زيت اكل، واقفل عليه واقلبهم كويس، واجي على اطراف الودان اسقيها زيت بافوماج وافركها كده بايدي، واقلب الارنب واجي على الصوابع ونقط على الصابع بتاع الارنب، صابع الارنب الجرب. يومين 3 ان شاء الله الجرب ده كله باذن الله راح. واحد يقول لي يا ابو نرمين، طب علاج التسمم بتاع الارانب اعالجه ازاي؟ يعني النهارده جالي تليفون واحد قال لي انا بتابعك يا ابو نرمين من زمان، وعندي ارنب ذكر اطراف الودان بتاعته في قلبها جرب، جه فيها جرب، والجرب وصل ان ودن الارنب جاب الدم، جاب الدم. حلها يا باشا والله زي ما انا قلت لك كده، المرهم النيومين او الافوماج على الزيت. رجع قال لي عندي انتهى تانية عندها تسمم في الودان، برضه المرهم الافوماج على الزيت هتسقط منه على التسمم دوت، هيبدا يشرب القشر، تتك عليه تفركه هيقع على الارض. الام هتقوم نفضها ودنها كده برجليه، هتقوم موقعه الافوماج بتاع التسمم ده على الارض، تقوم عاطيها 1 سم او نص سم افوماج، علشان ده اساسا نوع من انواع الجرب. يبقى انت كده عالجت التسمم والجرب، ان كان في اطراف الودان او في الرجلين او في اي مكان في جرب، عالجته بالحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي هي مكونه من افوماج، برامكتين مصري، سيباسيل او مرهم نيومينج، بيوتكس، افوماج على زيت، حرق بالنار، رش بالبخاخه في المكان بتاعك. كده تقدر ان انت تقضي على الجرب نهائيا لو جه عندك في المكان، تقضي على الجرب نهائيا لو جه عندك في المكان. كده حلو ان شاء الله. اي حد يا جماعه محتاج ارانب بعيالها موجود، امهات عشار موجود، بطاريات مستعمله يا جماعه موجود، كل اللي انتوا عايزينه مستلزمات ارانب، ولادات، خطوط ميه، تشعر قبه ولاده، مشمع، بفضل الله يا جماعه كل حاجه انتوا عايزينها ان شاء الله موجوده. ان شاء الله يا شباب، الام اللي بعيالها 500 جنيه مع عيال، ام العشار 400 450 جنيه عشان نبقى متفقين يعني، الذكر 450 جنيه، واحنا تحت امر الجميع. يلا ناخد جوله كده في المكان، يلا تعالى كده يلا.
الادويه اهيت. روماج، دي يا جماعه الادويه اللي احنا بنستخدمها عشان في علاج الجرب. سيباسيل حطه في الميه في بخاخه، المرهم، البيوتكس او الاوفوماج، الحاجات دي بتستخدمها ان شاء الله يا جماعه. شر ان شاء الله، ان شاء الله لما تقدر نصور لكم باذن الله. ماشي، طلع القش اهوت، الجهازين بتاع التبن وكل حاجه ان شاء الله. برضه يا جماعه برضه ان شاء الله متلقحه ان شاء الله، ربنا يبارك. برضه يا جماعه متلقحه اشار، برضه اشار ان شاء الله لما تولد يا جماعه، برضه هنصورها لكم ان شاء الله، ربنا يبارك. دي والده هي الكتاكيت بتاعتها ان شاء الله، ربنا يبارك، حاجه جميله جدا اهيت. ماشي ان شاء الله ربنا يبارك. اهو الكتكوت الصغيره اهيت ان شاء الله، حاجه جميله جدا يا شباب. يا جماعه برضه بطاريات كسر زيرو. ماشي، ده بطاريه كسر زيرو يا جماعه للبيع. تمام، وحوش، احنا عندنا وحوش ان شاء الله. ذكر ربنا يبارك، ربنا يبارك. زلال عندنا يا جماعه برضو الادويه ضد الكوكسيديا، مضاد السموم، الف دال. تمام، حاجات ما شاء الله ربنا يبارك. ماشي، سقايات يا جماعه الخاصه بالفراخ البيضاء. تمام، متوفره برضو. ماشي، ربنا يبارك. بطاريه يا جماعه كسر زيرو برضو للبيع لو حد عايزها. ده كسر زيرو يا جماعه، مش فيها ايه، يعتبر جديده نوفي. ده عامله 1500 جنيه يا جماعه، عامله 1500 جنيه ناقصه عن الجديده 950 جنيه. ما الجديده النهارده ب 2450 جنيه. ده كسر زيرو، والسلك ده اصلا مش هتلاقيه موجود النهارده في الجديد. يعني السلك ده اساسا ما انتش هتلاقيه موجود في الجديد. اه، ده على تراب. اه، يعني السلك ده اصلا تخيل مش هتلاقيه موجود في السلك في البطاطا كده النهارده. ولادات موجود. ماشي، اشتراكات بتاعت خطوط الميه يا جماعه، والكعان اللي هو حرف ال كو، جلد في النبل، طب السوست، كل حاجه بقى بفضل الله ان شاء الله متوفره. طوبه يا جماعه، الطوبه بتاعت الماسوره، العلافات، الجرادل، فرش بيت الولاده. تمام يا جماعه، خطوط الميه في المخزن، المشمع اهو يا شباب، مشمع اهوت. تمام، مفتاح المخزن فين؟ تمام، مفتاح المخزن فين يا ام نرمين؟ مفتاح المخزن موجوده برضه يا جماعه الفرزينه. ماشي، تعالى يا جماعه برضه في بطاريات مستعمله يا جماعه، لو انتوا عايزين بطاريات مستعمله تعالى. ماشي حبيب، تعالى يا شاشه. تعالى الشاشه هنا برضه مش نور ومش اضاءه.
ده حاجه يا جماعه برضه لو عايزين حمام، كشكيات اهيت ان شاء الله، بازات، بلمي، بلديات، برضه بلديات يا جماعه. مش خش هنا كده، خش هات البطاريه يا جماعه، بطاريات يا شباب، هات كده. ده يا جماعه بطاريات مستعمله، ماشي. لو عايزين حد عايز بطاريات مستعمله يا جماعه، فضل لي حاجات برضه محترمه جدا اهيت، ماشي. بطاريات مستعمله، اي حد عايز بطاريات مستعمله فضل الله متوفره. شايره دي ولدتها يا جماعه، الولادات بتاعتي، الحوامل يا جماعه، الحوامل، ماشي. ده المشابهات بتاع الشغل المستعمل، بيوت الولد ديت، حوامل اهيت، ماشي. ده يا جماعه برضه شغل ديت لسه جديد يا جماعه، استعمال خفيف جدا يعني، مشتغلش اسبوع بالظبط اهو. اي حد محتاج اي حاجه يا جماعه من الشغل دوت برضه متوفر انتوا عايزين، ماشي. كامل، خطوط المي، الرجلين، العلافات، الولادات، كل حاجه يا جماعه بفضل الله فيها كامل. كل اللي عليك ان انت بس ترفع سماعه التليفون، انا عايز يا مدير مستعمل تيجي تتفرج على حاجه تاخد انت عاوز ان شاء الله يعني. واحنا تحت امر الجميع، احنا يا جماعه تحت امر الجميع، اي حد محتاج اي حاجه احنا تحت امر. كل هدفنا ان انت ايه، تشتغل وربنا يكرمك وبقى عندك ايه، بقى عندك الشغل يا جماعه ان شاء الله ربنا يبارك. حبيبي والله يا جماعه موجود عصير كوكتيل، كوكتيل يا جماعه برضه. المخزن يا جماعه جنب المحل، ده المحل اهو. استلمنا عصير الزينه متوفره، كل حاجه خاصه في العصافير متوفره ان شاء الله يا جماعه. برضه في نشاشات لو حد عايز نشاشات، اي نشاشه ب 25 جنيه، مش الدبان والناموس وانت قاعد يا باشا على رجليك، مش على القرم كمان. وهنا يا جماعه تحت امرك برضه ادويه يا جماعه، هي برضه متوفر هنا ادويه. الشغل التاني مش زي ما انتم عارفين، مش حاجه بتقعد ان شاء الله. كوكتيلات، عصافير يا جماعه، الاستيرادات ديت موجوده، اللي انتوا عايزينه موجود ان شاء الله يا جماعه. طبعا خدنا جوله، اتفرجنا مع بعض. طبعا دي كانت حلقه النهارده، لو انت اول مره تشوفنا ما تنساش بقى انزل تشترك في القناه سبسكرايب، فعل زر الجرس على الكل. اشكركم لحسن المتابعه. ده كانت حلقه النهارده بتتكلم عن علاج الغرب، علاج التسمم. اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.